صلب القضيه، ولا جايبين لنا حاجات كذب ولا حاجات ما حصلتش؟ مش ده صلب القضيه؟ مش هي القضيه كده؟ فاطمه ينفع يخلص عليها شخص واحد ولا اكتر من اتنين؟ اكتر من اتنين يعني ممكن يكون الله اعلم. تمام. لبس فاطمه كل حاجه متغطيه اتكشفت. كل حاجه الحين مو مجرمة. كله انكشف وبان. يلا خدوا على اليوتيوب انا اديتكم ماده للتحليل اهو. انا ما طلعتش امبارح فتلاقيكم ما عرفتوش تاكلوا امبارح فشتمتوا فيا. امبارح شتمتوا فيا عشان انا ما اتكلمتش في القضيه. النهارده بقى يا حبايبي شغلوا الفيديو بتاعي على اليوتيوب. يلا بينا. هتجيبوا النهارده لحمه لعيالكم، هتصرفوا على البيت النهارده، معاكم فيديو بقى هيجيب لكم فلوس. اي خدمه. الادله دي فين؟ عند المستشار احمد شمس. انت شفتيها بعينك يا فاطمه؟ معاكي؟ يعني بتتكلمي وانت واقفه على الارض صلبه؟ اشتغلوا بقى، اقعدوا دوروا، واللي عايز معلومه يكلمني على الخاص. اللي عايز معلومه يتواصل معايا على الخاص. عينيا ليكم المحترمين. ماشي؟ اللي عاوز اي حاجه عينيا ليكم المحترمين، واللي عاوز يقابل ام فاطمه عينيا ليه المحترم، اللي ما غلطش فيها، اللي بيدور على حق بنتها. دكتورة راح تسوين لقاء مع أحمد شمس؟ مش عارف، مش هقول خطواتي قاعدين كلها. يسألون تحت. مش عارف. إن شاء الله خير. واحد انا عايزه معلومه يا حاجه، هدفع كام؟ شوفي انا خدت كام من اللي قبلك وهتدفعي نفس الرقم. شوفي اللي خد مني معلومه انا دفعته كام. معلش دكتورة المبلغ يزيد لأن باقي يومين على المحكمة، معلش يعني. ماشي. شوفي انا خدت كام من يعني اللي هذا قبلك. صريح داش كذي يطلب؟ لا ده بتقول انا كده يعني. شوفي انا خدت كام من اللي قبلك. ماشي. هاتي لي حد انا خدت منه فلوس عشان معلومه. ماشي. الحين دعاء بريئه ولا لا؟ لا ما اعرفش. ما اعرفش. دعاء تفضل جوه دايره الاتهام. دعاء تفضل يعني جوه دايره. أمس سمعت أحمد حساب معاكم يقول دعاء في القضية لآخر رمق في القضية. بالظبط كده. دعاء موجوده معانا. يعني هذا كلام صريح من أحمد حساب. بعد شنو تبون؟ حتى لو كلهم اعترفوا على بعض قدام بعض كده في لحظه، دعاء هتفضل معانا برضه. دعاء هتفضل معانا برضه. اصل على فكره هو حد هيجيب حد. الاسئله بتاع القاضي والمواجهات وحد هيجيب حد، والادله اللي مع المستشار احمد شمس يوم الحد بقى مش بعيد. ان ناظره لقريب. بعيد؟ مش بعيد خالص. مش بعيد. وانا وعدكم ان انا مش هضيع لكم دقيقه، دقيقه واحده من وقتكم. الادله والمستشار احمد شمس فوق. اول ما هيجي لي تليفون، لان ام خليل في الجلسه جوه. ام خليل جوه الجلسه. ابو خليل اول تليفون هتجيلي هتقول لي بدانا الجلسه. تمام. هبدا انا هنا اقول لكم على الادله اللي معانا. مش هخليكم تقعدوا كده يعني. كل بسنا هيبقى مفتوح على كل البثوث، هتبقى فاتحه بسنا. احسن متابعين في الوطن العربي لازم تاخدوا احسن حاجه واصدق معلومات. امال احنا مفتوح علينا بثوث ليل ونهار ليه؟ مفتوح علينا بثوث ليل ونهار ليه؟ عشان مش عارفين يعملوا زينا. احنا عندنا اللي ما يعرفش يعمل زينا نقول له يا عمنا، بس الجديد بقى اللي ما يعرفش يعمل زينا نشنع عليه. صح؟ منال إذا كنت تسمعيني قولي لي الوقت بتوقيت تونس. نعم. توقيت تونس يا منال إذا كنت تسمعيني. هبقى اشير لك هكلمك على الخاص قبلها او اشير لك. والله ممكن انسى اصلا. انا هبقى نعم. انت عندك 3 برقايات. نعم. انت يا برقة عندك 23 ياك. السلام عليكم.